السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي مع حل الأسبوع العاشر. الدرس الأول: علم وطننا مصر. رقم 1: ما المقصود بعلم الدولة؟ هو رمز للدولة يعبر عن شعبها وتاريخها. بعد كده بما تفسر استخدام ملوك مصر القديمة للأعلام في المعارك. هنقول الاحتفال وتمييز الجيوش وتشجيعهم على القتال وعلى المدن والأقاليم. رقم 3: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. استخدم المصريين القدماء الرايات لتمييز مدنهم. الأداء المنزلي: الواجب. 1. أجب عن السؤال التالي: على أي شيء يرمز النسر الذي يتوسط علم مصر؟ يرمز للقوة. رقم 2: بما تفسر ضرورة احترامنا للعلم لأنه رمز لكرامتنا ورمز لنضال الشعب وكرامة الوطن. رقم 3: أين ترى علم مصر مرفوعا؟ على وسائل النقل والمواقع السياحية والوزارات والمصالح الحكومية والمدارس. 4. قارن بين استخدام الأعلام عند المصريين قديما واستخدامها في الوقت الحالي. قديما للاحتفال والمعارك وتشجيع الجنود وتمييز المدن. حديثا على وسائل النقل والمواقع السياحية والوزارات والمصالح الحكومية والمدارس. 1. ما النتائج المترتبة على اتحاد مصر وليبيا وسوريا؟ تغيير العلم. رقم 2: بما تفسر تغيير الدولة شكل علمها بسبب وقوع أحداث مهمة مثل ثورة يوليو واتحاد مصر مع سوريا. رقم 3: ما الفرق بين علم مصر أثناء ثورة يوليو عام 1952 وعلم مصر الحالي؟ الاختلاف في شكل النسر وبداخله هلال وثلاث نجوم. الأداء المنزلي: الواجب. 1. بما تفسر ضرورة احترامنا لعلم بلدنا لأنه رمز لكرامتنا ووحدتنا ونضال الشعب المصري. 2. ما واجبنا تجاه علم بلدنا؟ رفع علم مصر عاليا ونحترمه أثناء تحية العلم ونحافظ عليه. 3. حدد صحة أو خطأ العبارة الآتية: يمكننا الرسم على علم مصر بهدف تزيينه. إجابة طبعا خاطئة، لا يجوز الكتابة على العلم. 4. اذكر السبب تغير الدول العربية شكل علمها بمرور الزمن بسبب وقوع أحداث مهمة. بعد كده التقييم الأسبوعي. نموذج ألف: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. اللون الذي يرمز إلى فترات الاستعمار في علم مصر هنقول له هو اللون الأسود. ما المقصود بالعلم؟ هو رمز يعبر عن تاريخ وشعب. 3. بما تفسر ضرورة احترامنا لعلم بلدنا لأنه رمز لكرامتنا وتاريخنا. 4. قارن بين استخدام الأعلام عند المصريين القدماء واستخدامها في الوقت الحاضر. قديما لتمييز المدن والجيش والاحتفال. حديثا تكون على الوزارات والمصالح الحكومية. 5. دلل على صحة العبارة: يرفع العلم المصري في كثير من الأماكن. يرفع على المدارس ووسائل النقل والوزارات والمصالح الحكومية. نموذج ب. 1. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. اللون الأحمر هو في علم مصر يرمز إلى دم الشهداء. 2. بما تفسر أهمية علم الدولة رمز لكرامتنا وتاريخنا. 3. أجب عن السؤال الآتي: أين ترى علم مصر مرفوعا؟ على المدارس ووسائل النقل. 4. اذكر بعض واجباتك تجاه علم وطننا: الوقوف باحترام عند تحية العلم والحفاظ عليه. 5. قارن بين أماكن وجود علم مصر قديما وحديثا. قديما كان يميز المدن والجيش والاحتفال. حديثا يكون على المصالح الحكومية والوزارات والمدارس. نموذج ج. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. اللون الأبيض في علم مصر يرمز إلى السلام. 2. بما تفسر يتوسط علم مصر نسر لونه أصفر رمز للقوة
وهو نسر صلاح الدين الأيوبي. 3. متى تغير الدول أعلامها؟ عند وقوع أحداث مهمة. 4. اذكر بعض الأماكن التي يرفع فيها علم مصر حديثا على الوزارات والمصالح الحكومية والمدارس ووسائل النقل. 5. ما يجب علينا عند التعامل مع علم بلادنا؟ الوقوف باحترام عند تحية العلم والحفاظ عليه. وبكده احنا خلصنا، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.